نسخة واتساب الايفون للاندرويد بتمس بتاع الايفون بكل حاجة مميزات الايفون، باللي انت ازاي تغير اللغة من العربي الانجليزي للواتساب. الابلود ده يا جدعان ناس كتير قوي بتدور عليه. قبل اي حاجة انت لو ما تعرفنيش، انا اسمي احمد محمد، بقدم لك محتوى تقني وبقدم لك محتوى الايديت برضه، اي حاجة تعديل على الصور، مونتاج، اي حاجة بتلاقيها عندي. فلو انت جديد اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو ده. وطبعا يا صاحبي النسخة دي كنا بننزلها كل شهر، ولسه نازل الابلود النهارده، بس بقول لك الابلود ده جامد. لا اي حاجة، انا بشكر اخواتي دول كالعادة كده على تعليقاتهم الجميلة. وانت اللي عايز تعليقك يظهر معانا الفيديو اللي جاي، انزل دلوقتي اعمل لايك واعمل تعليق. صاحبي انا عايزك تكمل معايا الفيديو ال4 دقايق عشان اوريك مميزات في النسخه عمرك ما شفتها قبل كده، وطبعا هي من غير باسورد اصلا، بس لو ما سمحتش الفيديو صدقني فاتك كتير. يلا بينا على الشرح. قبل اي حاجه كده صاحبي، انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولينك النسخه هتلاقيه في اول تعليق او اللينك اللي في الوصف. وبعد كده صاحبي في اخر الفيديو اعلمك ازاي تحمل الابلود ده. يا جدعان جمدان 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 بجد يا جدعان، انا من اول الناس اللي هنزله. ولو انت مثلا منزل النسخه واحتاجت منك ابلود، هو ده التحديث. طب لو انت اول مره نزل التحديث دوت يا صاحبي، وانا كل شهر بنزل لك التحديث، فما تقلقش الرسائل بتاعتك هتلاقيها موجوده عندك. طيب انا هشرح بعض المميزات اللي في النسخه. بس اول حاجه كده صاحبي، لو دخلنا على شات من دول كده، بص اهم ميزه واحسن ميزه اصلا، وتضغط على اي رساله ضغطه واحده بالشكل ده كده، عمل لك التمس بتاع الايفون. بس يا جدعان جمدان، النسخه دي جمدان. مش اي نسخه بتعمل لك كده يا صاحبي، لازم تحمل اللي انا سايبه لك في اللينك. بص يا صاحبي، تضغط على اي رساله ضغطه واحده، بص ضغطه واحده بالشكل ده كده اهو. طيب ايه الاعدادات التانيه؟ لا ده انت استنى معايا، ده انا اقول لك على مميزات بسيطه جدا. كل عليك لو ضغطت على الاعدادات كده يا صاحبي، بيجيب لك الخيارات كلها. اول حاجه لو ضغطت على كلمه خيارات، طبعا كلنا عارفين الاعدادات اخرى اللي هي دي كده، اللي هو مثلا ممكن تغير حجم السطر، حجم الملصقات، الكلام ده كله. طيب لو جينا عند اول واحده كده رجاله، اللي هي الحمايه والخصوصيه دي، عندك هنا في اخر ظهور لو انت مثلا عايز تفتح واتساب ومحدش يعرف ان انت فاتح، وتقدر تكلم صحابك عادي. طيب عندك تجاوز المشاهدات، دي جديده برضو. عندك اخفاء مشاهده الاستوري، كلنا عارفينها. عندك منع حذف الحالات، منع حذف الرسائل. انت مش ملاحظ معايا ان خط الواتساب للايفون؟ اقول لك برضو ازاي تعملها، روق بس روق. عندك هنا برضو منع حذف الرسائل، قلناها. اظهار صحينا الازرق فقط بعد الرد، كلنا عارفينها. طيب ازاي بقى صاحبي تعمل خط الايفون للواتساب؟ كل اللي عليك بتضغط على كلمه الكل دي، وبعد كده بتيجي معايا على الستايل، وبعد كده بتيجي على تغيير نوع الخط. بص يا صاحبي، بتختار الخط بتاع الايفون العريض دوت اهو، وبتضغط عليه بس كده. خلاص كده انت كده عملت خط الايفون للواتساب. طب لو عايز تعمل ايموجي الايفون، بيكون معمول اول واحده، بتعملها تاني واحده بس كده بس كده. طيب ايه تاني بقى؟ تعالى بقى اقول لك بقى الحته الجمدان. بس الاول نعرف المميزات الجمدان، اللي هي ازاي تغير لغه الواتساب الانجليزي. ما كانتش بتنفع خالص، نفعت في الواتساب دوت. طيب كل علينا صاحبي، لو جينا هنا اهوت عند الشاشه الرئيسيه، هنيجي عند البر العلوي، المميزات اللي الناس عاوزاها. عندك تفعيل الستوري زي الانستجرام، لو انت عايز الستوري زي الانستجرام وكده. عندك مرشح جديده للدردشه. عندك شريط ادوات موسع يا جدعان، فيها حاجات جامده. عندك وضع اسمك، لو انت عايز تعمل اسمك مثلا الشاشه العلوي فوق كده. فصل المحادثات، لو انت عايز المحادثات لوحدها والجروبات اللي انت فيها لوحدها. طيب طبعا دي برضو مميزات احنا عارفينها، ومميزات تانية. احنا عايزين بقى ميزه يا معلم، ان انت ازاي تعمل لغه الواتساب دوت الانجليزي، عشان ده احنا مستنيينك. تعالى يا رايق، كل اللي عليك هتيجي معايا هنا يا صاحبي اهوت عند كلمه اعدادات اخرى، وبعد كده تضغط على كلمه اف ام. ركز معايا، بعد كده تيجي على اللغه اهوت هتلاقيها معموله عربي. كل اللي عليك هتعملها انجليزي. كلنا كنا بنعملها انجليزي، وتيجي خارج من الواتساب كده اهوت ما كانتش بتتحول معانا انجليزي. تعالى كده، انا كده خرجت من الواتساب اهو، تمام كده خرجت من الواتساب. تعالى ندخل عليه. بص يا رايق، ركز يا كده. والله نسخه جمدانه صح. ما تنساش تعمل لاخوك لايك بقى. وانا كده ما شرحتلكش حاجه في النسخه، خلي بالك ده فيها مميزات كتير قوي. بص اتحولت معايا كده الايفون زي ما انتوا شايفين. بص لو دخلت اي شات عادي جدا، بص اي شات من دول كده اهو، شاف خط الايفون، شايف الجمدان يا جدعان. بص يا صاحبي، لو ضغطت عليه كده ضغطه واحده، هتلاقي عمل لك معاك التمس. طبعا ده ممكن بقى مثلا لو انت عايز تترجم الانجليزي من هنا اهو، تعمل الرساله دي الانجليزي هيترجم لك على طول. لو عايز مثلا تعمل حاجه تانية، فحاجات كتير قوي يا صاحبي. طبعا لينك النسخه هتلاقيه في اول تعليق. طب ازاي تحملها بقى يا صاحبي؟ بص يا صاحبي، انت تلاقيني سايب لك مع اللينكات دي، بس انا لسه هحطه، انا ما لحقتش في الفيديو. المهم هتلاقيني سايب لك في اللينكات دي كده لتحميل واتساب الايفون. اضغط هنا، هتضغط هنا مثلا، هو ده كده. اول ما تضغط عليه يا صاحبي هتفتح معاك بالواجهه دي كده. كل اللي عليك هتيجي نازل تحت يا صاحبي اهو، تنزل تنزل تنزل. اقول لك لتحميل الواتساب اضغط هنا، تضغط على كلمه هنا، وبعدين تضغط على الاكس اللي فوق دي كده. اقول لك استنى بس 30 ثانيه، هتستنى 30 ثانيه وبعدين تضغط، هيحولك على اللينك ميديا فاير. مفيش اسهل من كده. كده شرحت لك واتساب الايفون للاندرويد بطريقه سهله جدا. لو عايزين شرح المميزات اللي في النسخه كلها، قولوا له في التعليقات ونوصل الفيديو ده ل1000 لايك. ما تنساش تعمل لايك لاخوك. بالتوفيق للجميع.